السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل مع بعض النهاردة الجلاش بطريقة سهلة وسريعة، وهتقومي تحضريه دلوقتي من كتر ما هو سهل وسريع. يا رب بس صوتي يكون واضح ليكم لاني تعبانة شوية. هنجيب صينية، هنفرد فيها الجلاش كله، هنبدأ نقطعه. احنا ما ملسناش الصينية ولا بسمنة ولا بزيت ولا بأي حاجة خالص. هنبدأ نقطع الجلاش كله مربعات على حسب الحجم اللي انت عايزاه. هنكون مجهزين من نص كوباية لكوباية الا ربع كوباية سمنة سايحة، يا نص كوباية كوباية الا ربع سايحة فقط مش اكتر. هننزل بيها على الجلاش واحدة واحدة. هنتأكد ان كل الفروق وكل المربعات اتشبعت من السمنة بتاعتنا. هنحرك القالب يمين وشمال لغاية ما نتأكد ان كله اكتسب طعم الزبدة معانا او السمنة بتاعتنا. هندخله الفرن على درجة حرارة 180، بياخد له نص ساعة. كل شوية بنلف القالب علشان ما تبقاش فيه حتة حمرا وحتة لأ. اول ما يطلع هيكون عندي فنجان من الحليب او اللبن بارد من التلاجة، مش متسخن، ساقع. هنسقي بيه على حسب ما القالب هياخد معانا بالظبط. خد معايا نص فنجان. هسيب الصينية اول ما تهدى، يعني الجلاش عندي كان سخن واللبن هو اللي كان ساقع. هسيب الصينية 5 دقايق وبعد كده هبدأ اسقيها شربات سخن. هي بتاخد كوباية واحدة فقط من الشربات. هتبدأ الريحة تطلع معانا، ريحة الحليب مع ريحة الزبدة مع ريحة الجلاش والسكر. ريحة حلويات فظيعة بصراحة، بتمنى ان انتوا تجربوها لانها سهلة وسريعة. ده غير ان هي هشة ومن جوه اكتسبت طعم الحليب. كنا سمعنا مع بعض صوت القرمشة بتاعت الجلاش. وده الشكل من جوه بعد ما قطعناه. مفيش اسهل من كده. عندك مكسرات عايزة تحطيها حطيها، بس بصراحة الطريقة سهلة وسريعة. الزبدة بتتحط فوق الوش، مش لازم كل بين الطبقات.